التداول فعلا صعب، بس الأصعب إنك تشوف فلوسك بتخسر أو بتقل قيمتها قدام عينك. وأنا متفق معاك جدا إن فعلا الخسارة دي مش بإيدك، وإن حركات السوق أو التغيرات الاقتصادية هي السبب. بس اللي مش متفق معاك فيه إنك تقتنع بالكلام ده وما توقفش خسارة فلوسك بإيدك. أنت مش مضطر نهائي إنك تسيب فلوسك واقفة، ولا تفضل شايف قيمتها بتقل كل يوم. واللي لازم تعمله هو إنك تخلي فلوسك جزء من حركة الأسواق دي. ومن أهم الأسواق اللي لازم تكون حاطط عينك عليها هي سوق الذهب، لأن الذهب مش بس هيحفظ قيمة فلوسك، ده أكتر من 90% من فرص المكسب بتكون فيه. ولو هكلمك بالأرقام، فالذهب في سنة 2000 كانت الأونصة ب $250 بس، وفي 2020 وصل لأكتر من $2000. بعد ما وصل للقمة في 2020 كمل صعود تدريجيا لحد ما كسر $2400 للأونصة في 2024. ومن 2024 ل 2026 وصل الذهب ل $5600 للأونصة، يعني أكتر من الضعف في سنتين بس. وده يثبت لك إن السوق ده عمره ما كان ثابت، بالعكس ده فيه نمو وحركة كبيرة والسيولة عالية جدا. بلس كمان إن الذهب من أكتر الأسواق اللي ما فيهاش تلاعب زي باقي السوق، وحركته دايما مرتبطة بأسباب واضحة. بس الحقيقة إن الكلام ده مش سهل قوي زي ما أنت شايف. وفي اللحظة دي بيبان الفرق بين واحد داخل يجرب حظه أو يخمن، واحد فاهم هو بيعمل إيه. وهنا يجي دوري أنا يوسف سيد. بعد ما قررنا نحقق أرباح ما كانتش متوقعة لأكتر من 3000 مشترك معانا، وأنا هنا مش بوعدك بأرباح خيالية، أنا بقدم تحليلات وصفقات يومية للسوق. فاكتب كلمة قناة في كومنت وهيوصلك اللينك في الدي ام.